وفريق عمل ودنيا وكلام حلو من البنات، وعشان يقنعوك يبداوا يعرضوا لك صور واحد ميكانيكي مثلا ودلوقتي عنده عربيه لانسر، وواحد كان معرفش ايه وبقى ايه، وصور قبل وصور بعد. انا عايزكم تركزوا معايا شويه يا جماعه، عشان عمليات النصب بقت مقننه دلوقتي، وبقت شركات وليها فروع في كل الدول، واوراق قانونيه وسجل تجاري وبطاقه ضريبيه وترخيص وتصريح وحسابات باسمها في البنوك. انا بقصد هنا شركات التسويق المباشر زي شركه جوسيا وبلان بي ومشروع ال100 دوله وايجي وكيونت، واخرهم شركه جلوبال اتكاش اللي شغاله دلوقتي، ومفيش حد ما وقعش في المصيبه بتاعتهم دي، او على الاقل يعرف حد صاحبه او قريب وقع فيها. وناس كبيره ورجال اعمال وقعوا معاهم من فتره، والاخطر من كده ان هم وصلوا لطلبه الجامعه بيقولوا لهم هتسوقوا كورسات وهتاخدوا نسبه من الفلوس، وقصه كبيره. المهم في واحد اعرفه قريب مني في تانية جامعه دلوقتي، بيقول من سنه تقريبا كان لسه داخل اولى جامعه، وطبيعه الحال الطالب المصري نسبه كبيره منه بيطلع من ثانويه عامه متدمر نفسيا ومعنويا وماديا وجسديا، فطبيعي يلهي نفسه باي حاجه، كورسات بقى، يروح يشتغل ويعتمد على نفسه ويوفر جزء من مصاريف دراسته او ايا يكن يعني. ففي واحد صاحبه كلمه وقال له في شغل وكده وهتاخد 1000 جنيه في الاسبوع. طار من الفرحه وقال له كمان الشغل ده هيساعدك تطور من نفسك ويأهلك لسوق العمل، وكورسات وطاقه ايجابيه وحوارات وكلام من اللي قلبك يحبه. ولما راح اتضح له انها شركه تسويق شبكي او هرمي مباشر. بيقول ان هو كان اول مره يسمع عنها وصدق صاحبه لانه ما عندوش فكره عن الموضوع، وجاب واحد معاه كمان ودفعوا هما الاتنين 3000 جنيه. متخيلين بقى ان هما هيقبضوا 30,000 و50,000 وحوارات فكسانه. المفاجاه بقى بعد ما انضموا باسبوع، فين يا صاحبي ال1000 جنيه اللي هنقبضها؟ فقال له اسمع كلام الابلاين والبس فورمال ونفذ الكلام اللي هيتقالك. قال طوعته عشان ما كانش عنده فكره عن الموضوع، كان لسه طالع من ثانويه عامه عضو اخضر وملهوش في اللف والدوران. اكتشف بعد كده ان هم بيعلموهم ان هم يجيبوا ناس وناس تجيب ناس وناس تجيب ناس وهكذا. بيقول الحمد لله ان هو طلع منها وما خدش فلوس، واتنصب عليه في الاخر، وكانت تجربه ما يتمناهاش لألد اعدائه. كان ضغط نفسي عشان اللي بيجيب ناس وبياخد فلوس هو ابن الشركه وهو المحبوب، واللي ما يعرفش يتركن على الرف بيحمد ربنا انه ما جابش ناس عشان ما يتنصبش عليهم زيه وياخد فلوس بالحرام. الشغل بقى عباره عن ايه؟ عباره عن هات لي ناس تسجل معانا في الشركه، اكذب عليهم وورطهم وخسرهم فلوسهم زي ما عملنا معاك بالظبط، وسلمهم للنصابين اللي فوق منك، ويبداوا يفرقوا الفلوس على بعضهم بنسب مختلفه، وفي الاخر يدولك عموله بسيطه فتفوته كده من الكعكه. وفريق عمل ودنيا وكلام حلو من البنات، وعشان يقنعوك يبداوا يعرضوا لك صور واحد ميكانيكي مثلا ودلوقتي عنده عربيه لانسر، وواحد كان معرفش ايه وبقى ايه، وصور قبل وصور بعد، وجروبات على النت، ويبداوا يعرضوا الكلام النصب ده على الناس. يعني من الاخر يا تنصب معانا يا يتنصب عليك. موضوع كمان انك تحط فلوسك النهارده وتكسب بكره يعني في شبهه، لان العائد منه بيعتبر ربا، يعني بتكسب فلوس من الفلوس، وده حرام شرعا. المشكله انك ما تقدرش تدينهم في شيء لانك دخلت بنفسك، مفيش حد ضربك على ايدك لما دفعت الفلوس. وفي ناس خدت قروض ودلوقتي متورطين اخر ورطه، وكانوا لسه ماسكين شركه كانت شغاله من حوالي سنه او سنه ونص اسمها هوب بول وجلوبال ادمارت، نفس الفكره بالظبط. الغريب ان الفكره دي موجوده من الثمانينات يا جماعه، من ايام الريان والسعد، والاغرب ان في ناس لسه بتصدقهم وبتديلهم فلوسها. اخر مره حصلت معايا انا شخصيا، بعتت لي رساله على الواتساب، واحد بيقول لي هتاخد 60 جنيه مقدما، وبعد ما تاخد ال 60 جنيه هتدخل تعمل سكرين شوت على الاعلانات وتبعتها على مندوب لينا على التليجرام، ماشي، بيبعتوا لي دعوه على التليجرام، كل ما بتأدي وظيفتك صح بتاخد ايه عموله. انا دخلت معاهم وخدت 60 جنيه وكملت عليها ودفعت الباقي، ما كملتش بعد كده بيقول لك ادفع 300 جنيه وتاخد 25% من نسبه الارباح. حوارات كذب ونصب ولسه فيه ناس كتير بتصدقهم. خدوا بالكم يا جماعه، المشكله دلوقتي مش مع الناس الكبيره،
الواعيه. المشكله دلوقتي مع طلبه الكليات اللي طالعين من ثانويه عامه عودهم اخضر، مش فاهمين حاجه، ما عندهمش اي فكره عن الموضوع. خدوا بالكم يا جماعه، الموضوع ده كبير جدا وفيه خطر.